أكلتنا النهاردة هنعمل كتف خروف مشوي بالفرن بتتبيلة مميزة، وممكن نستخدمها لأي نوع من اللحوم المشوية. أول خطوة معانا هنجيب كتف خروف حوالي هيكون 2 كيلو، وهننشفه بمناديل المطبخ من كل الجوانب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنعمل فيه فتحات بالسكينة علشان يستوي معايا كويس في الفرن. بعد كده هنبدأ ان احنا نحضر البهارات بتاعتنا، وهتكون عبارة عن ربع معلقة صغيرة من الثوم والبصل البودر والزنجبيل البودر وبهارات اللحمة والفلفل الأبيض، وكمان هنحتاج نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والبابريكا ومعلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنجيب فصين من الثوم هنقطعهم شرايح وهنحطهم في الفتحات بتاع اللحمة. ممكن تحطوا فلفل اسود او روزماري او حبهان اللي انتوا بتفضلوه. بعد كده هنحط البهارات وهنتبل بيها اللحمة كويس من كل الجوانب علشان تاخد من طعم التوابل كلها. بعد كده هحط زعفران في مية سخنة على جنب، وبعدين هنسيبه شوية. نضيف عليه معلقة صغيرة من الكركم وعليهم ربع كوباية من السمن البلدي أو الزيت. نقلبهم وهنجيب صينية ونحط فيها ورقتين من الفويل وعليهم ورق زبدة مبلول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط بصل أبيض أو أحمر وكمان ورق لورا ونوزعهم تحت اللحمة بالشكل ده. بعد كده هحط اللحمة بتاعتي وهدهنها بالفرشة بالصوص اللي احنا حضرناه. هندهنها بقى من كل الجوانب علشان تاخد من طعم التتبيلة. في الوقت ده انا ببقى فاتحة الفرن على اعلى درجة حرارة على 240. بعد كده هقفل الورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط عليها كمان ورقة زبدة مبلولة على الوش، وهقفلهم كويس علشان طبعا بنكتم البخار بتاعنا علشان اللحمة تستوي معايا كويس. بعد كده هدخلها الفرن على الرف الأوسط على أعلى درجة حرارة 240 أول ساعة، وبعدين هنزل الحرارة على 180 تاني ساعة. ولو اللحمة طبعا بقالها فترة عندكم ممكن تزودوها حوالي نص ساعة كمان. يلا تعالوا بينا بقى نعمل الرز المبهر بتاعنا. في حلة عندي على النار هحط فيها معلقتين من الزيت وعليهم معلقتين من السمنة البلدي. بعد كده هسيبهم يسخنوا وهنزل عليهم بالبهارات الصحيحة بتاعتي. انا هنا هحتاج قرفة ولومي اللي هو الليمون المجفف وورق لورا. الليمون المجفف ده هتلاقوه على فكرة عند العطار، والحبهان والقرنفل. وهنقلبهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما ريحة التوابل تطلع معايا. بعد كده هنزل عليهم بالرز البسمتي اللي انا غسلاه ونقعاه لمدة 3 دقايق في مية سخنة ومصفياه. هنقلبهم لحد ما الرز يبدأ انه يسخن كده معايا. بعد كده هنضيف له الملح ومرقة الدجاج. انا هنا مستخدمة 2.5 كوباية من الرز البسمتي، بحط عليهم 5 كوبايات من المية المغلية، وهنقلبهم ونغطيه ونسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب الرز معايا. بعد كده هوطي النار خالص عليه. هضيف له منقوع الزعفران وهنسيبه لحد ما يكمل سواه.
كده خلاص هو كمل سواه. هديله بقى بعد كده طعم الفحم. هحط فويل وعليه فحماية كده انا مولعاها، وعليهم نقطتين من الزيت، وهنغطيه ونسيبه لمدة ربع ساعة ياخد من نكهة الفحم. وخلاص كده تعالوا بينا بقى نشوف. احنا كده خلاص خلصنا اللحمة بتاعتنا، كده خلاص هي استوت. شايفين المية بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ دي المية اللي نازلة منها، احنا ما حطيناش مية خالص. وكمان الرز بتاعي استوى وطعمه رهيب. ان شاء الله جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.